اكتر مشكله كانت بتواجهني ويمكن بتواجهك دلوقتي، واللي هي فكره انك مش عارف ازاي تتعايش مع المرض ده. مش عارف ازاي تتعايش مع السكر، مش عارف ازاي تعيش حياتك معاه. حتى لو سكرك مظبوط انت مش متقبل فكرة انك مصاب بالمرض ده، وكل شوية ترجع تاني تعيش حياتك القديمة. فعلشان كده دول التلات حاجات اللي ساعدوني ان انا اتعايش مع السكر، والحمد لله قادر اتقبل فكرة ان انا مصاب بالسكر ومتعايش معاه وعايش حياة صحية وكويسة مع السكر. اول حاجة ساعدتني فكرة ان انا تقبلت الوضع الحالي ان انا مصاب بالمرض ده. لو انت ما تقبلتش فكرة انك عندك مشكلة، فانت مش هتحل حاجة، هتحل مشكلة مش موجودة. هو ما فيش مشكلة، ما انت مش متقبل الوضع، فهتحل ايه؟ تاني حاجة، اتعلم عن المرض وشوف ناس مصابة زيك. في ناس على اليوتيوب، وممكن تشوف قناتي على اليوتيوب، شوف حياة الناس اللي مصابة بالسكر، شوف الفلوجات اللي انا بنزلها، شوف الحاجات دي وتعلم عن المرض. تالت حاجة وكان نفسي حد يقولها لي، واللي هي ان كده ولا كده يحصل لك مشاكل وسكرك هيبوظ، فلازم ترجع تاني تبدأ من الاول وتظبط السكر وتتعامل مع الموضوع بشكل افضل. ودول الحاجات اللي ساعدوني. ولو حابب تحجز معايا ميعاد اساعدك فيه ازاي تبدأ تعيش حياة فعلا افضل مع السكر، تواصل معايا برايفت.